كيف احوالكم؟ الحمد لله. طيبين الاحوال؟ وعليكم زين علمكم. البقى. يلا من جاء؟ يلا هبقى. وضعكوا على العين والراس. البقى مرحبا يا جماعه. كيفكم يا رجال؟ الله حالكم. هاو علمكم. علمناكم بخير ما علمك الله سلامتكم وطولة بقاكم. والله علمنا علم جانا علم بما حصل بين ريمه وقيته والقبائل كلها اخوه في كل حال. نعم. لو ما عاد القبيله في اليمن قد احنا من طاقه لا طاقه. ولكن عاد القبيله دي تسد وترد ودا محكم قال ودا عفا ودا شل ودا حط. على كل حال القبيله عشرة عندها لها ومن يعرفوها ومن يمشوا على شروعها وفروعها ما هم قبيله قبيله. القبيله عادت كما بشرع الله بدت وشبالها حي يدعي الصوت المجيد. والقبيله كانت ولا زالت كما ما زلزلت وحيث ما حلت يحل الحق والباطل يغيب. جيناكم باسمنا وصفتنا الشيخ البشير بن عبد الرزاق بن احمد بن سنان حزام عبيد قبيله عنس بن اسعد الكامل كعبه القبيله رئيس مؤسس قاعد الصلح القبلي. جينا قال العبيدي بقول باسم القبيله وبعد ما صلي على طه الحبيب بكتب قصيده كلها ضربا مثله واحاول اجعل من كل متباعد قريب. والشعر حكمه والعرب تتداوله وهل اليمن في الحكمه الطارف اديب باقي علينا دي نقوله نعمله والراقب الله المحاسب والرقيب ونشهد ان الرمح يطعن طوله والحضرمي يعرف وعاده في العسير والعنف عمره ما يحل المشكله والقوس الاعوج مستحيل انه يصيب يا صاحبي. سجل قصيدي وانقله واسمع نصايح طيبه من اصل طيب روى الحليم النجد مره وزهره والثانيه احتاجها وترك وسيب وياك تسمع للكذوب وتقبله. الكذب يفضح صاحبه باول شريك وعفي وسامح والسفيه يتحمله وكل سيء باد له بالسوء طيب والباب دي باجر بالشر قبله فاتوا كل كذاب لا منت بيب. إذا شطرت إنسان بيت مسألة نصيحتي لا تستشير الله لبيب في الأمور القاسية والمعضلة اسأل مجرب قبل ما تسأل طبيب. رزق المضمون لا تستعجله اصبر على حوش النب تلقى زبيب وياك تندم على شيء توكله. دنيا عجيبة والطمع باطل عجيب ودي يحصل صاحبك وله لا تسده وتعامله مثل الغريب ونشيوق عليك لا تقلد يا ولا وتحاكي العالم من اخشام القصيب والشخص ذي ما تعرفها لا تجهله. وفي المعارف كل واحد له نصيب هنيت له من هو غبي هنيت له يعيش طايف في شبابه والمشيب لا قلت له مخطي ضرب لك امثله بينك وتك مخطي ولا وحدك مصيب لا يعرف الصايب ولا يرتاح له ولا دعوا المصايب يستجيب الشيخ ذي يملك صفات المرجله وتحصله دوما مع اصحابه قريب. اذا حضر تضمن حلول المشكله وان غاب تضمن طلعته بعد المغيب. رجال عاقل ما يحب المعقله والصدق ذي خلاه في قومه نجيب والحر ما يرضى لحد البهدله والجيد في وقت الشدايد ما يخيب. قال والجيد في وقت الشدايد ما يخيب واقول لكم وش عندي اكبر مشكله فسالة الصاحب وتقدير النصيب والداء لا قد حل ما يستأصله الا الكلام الزين والفعل النجيب. وغبني على اللي يمشي يدرب المفسره ما باقع رجال وهو دايم يعيب والفصل تبقى نظرته بين رجله ما يذكر امه ير منها حليب وصار يقول حي الله من سمع. جيناكم عونكم واخوتكم وغرامه وهجامه وعلى كل حال قدر وتقدير لقبائل ريمه عنهم الشيخ علي الضبيبي اللي هو راس من كبار ريمه ورجال مقدام وصاحب وجه وصاحب جهد واحنا عونه واخوته بالمال والرجال والعتاد والزاد والزناد ويابا عليه يابا وذا اصحاب قيته ذا معبر النجاح بالمراقه دي قدامهم شيمه وقيمه محمد بن عبد الله لا قبره بحكم ان الشعره بقبيله وما تسوى عندي خساره صاحب العالم من بعدها بحذافيره. ذا علمي وسلامتكم. وين اصحاب قيته؟ انتم علمكم ولحب حي المرة وأنت أخ وعزيز وغالي وإن شاء الله لن يفرقنا إلا الموت. وهذه وقفتك ومجيئك لا هنا يعتبر أن احنا حصلنا على أقسام شامل من قيفة وغيرها ما هو مكتوب لصاحبنا من حياة أو موت فهو مكتوب من عند الله. واحنا ما جينا إلا قصادين وجه رب العالمين ولا قاصدين إلا الخير وما جينا إلا قاصدين الله ثم أولياء الدم فإن له أجل أن يعيش فالله هو بايدي وإن ماشي فإحنا راضيين بحكم القدر. هذا ما عندنا وسلامتك تفضلوا. كل سنة عزوا كل إذا تروح الجيل أنا.